السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهاردة فيديو جامد جدا عن العيوب الخبيثة. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وحسيت فعلا الفيديو فادك اعمل لنا لايك. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، النهارده هنتكلم عن العيوب الخبيثه اللي بتعمل طقطقه وتخبيط وما بتبقاش عارف العيب ده منين، وعندك العفشه كلها سليمه. طبعا العربيه دي كانت معانا النهارده وكان فيها مشكله طقطقه وتخبيط، والعربيه دي كشف عليها اكتر من واحد بسبب الخبطه اللي كانت فيها، وخبطه جامده جدا بتسمعها شويه من اليمين وشويه من الشمال. وكل اللي كشف على العربيه دي قال لك العربيه دي ما فيهاش حاجه في العفشه، ما فيهاش حاجه في العفشه. وطبعا بفضل الله جات لي بصيت عليها، قرب كده، بصيت على العربيه لقيت العربيه فعلا الاجزاء العفشه بتاعتها كلها سليمه، ان كان المساعدين، البطاحات، اكياس الميزان، جرب المقصات، براد داخليه، براد خارجيه، بيض مقص، كل حاجه كانت فيها سليمه. وبرغم كده كان فيها صوت طقطقه وتخبيط جامد جدا، وشويه تسمعه من اليمين تاخد مطب من اليمين تسمعه، وتاخد مطب من الشمال تسمعه. فعيب فعلا يحير، وبتكشف على اجزاء العفشه مفيش مشكله فيها. طب ايه الصوت ده من ايه؟ بعد ما طبعا تعب شويه ومجهود لقيت قفيز الميزان مكسور. هوريه لكم زي ما انتم شايفين، ادي قفيز الميزان اهو مكسور. المفروض القفيز الميزان زي ما انتم شايفين بيبقى ليه ودنين اهو، بيربط في الشاسيه، بيربط في القنطره، وبيمسك الكاوتش الميزان والميزان. وطبعا ايه اللي بيحصل؟ القفيز نفسه مكسور بس مكانه في الكاوتش ثابت، مكانه في الكاوتش ثابت. يعني الكاوتش ايه راكبه كده، ادي القفيز راكب اهو في الكاوتشه بالشكل ده، وراكب في القنطره عادي مفيش مشكله، راكب في القنطره عادي مفيش مشكله. والودنين دول ثابتين على القنطره، والودنين هم اللي هم بتوع القفيز اهو اللي مكسور، الودنين بتوع القفيز المكسور راكبين. فطبعا لما بتيجي تكشف على العربيه ايه اللي بيحصل؟ القفيز نفسه بيبات مكانه تاني، فانت بتيجي تبص تكشف على العفشه ما بتلاقيش حاجه. طب انا اكتشفت العيب ده ازاي؟ اكتشفت العيب ده زي ما قلت لكم، اول لما لقيت الصوت بيجي من اليمين وبيجي من الشمال عرفت اللي فيه علاقه، حاجه بتعمل صوت في الجنب اليمين والجنب الشمال. قلت لكم تبقى حاجه مشتركه ما بين الجنب اليمين، يعني حاجه متصله. الحاجه اللي متصله حاجه واحده بس اللي هو الميزان، والحاجه الثانيه علبه الدركسيون، بس ما بتبقاش قوي زي الميزان. الميزان لو فيه شويه صوت بتسمع شويه من اليمين او شويه من الشمال ومش قادر تحدد الصوت فين، اعرف على طول ان ده ميزان. فطبعا انا حليت الاتياش، ادي الاتيش اهو، حليت التيش وحليت التيش الناحيه الثانيه، ولسه برفع الميزان كده بايدي لقيت الميزان طلع معايا من مكانه. بصيت بقى زي ما انتم شايفين، طبعا قرب هنا كده جوه زي ما انتم شايفين، علشان طبعا تغير زي ما انتم شايفين الميزان راكب فين ما بين الشاسيه وما بين القنطره، وطبعا مكانه رخم جدا. وركبت طبعا فكينا القنطره، سقطناها خالص من مكانها، وركبت القفزان جديده، قفزات الاستيراد جديده، وقفلت تاني. طبعا المكان ما يخطرش على دماغ حد اللي ممكن القفيز ده يبقى مكسور. يعني مثلا قفيز اهو، القفيز القديم اهو كان راكب هنا كده اهو، راكب جوه بالشكل ده. طبعا هو مش هيركب علشان خاطر ايه، هو كان بيقعد مكانه كده زي القفيز اللي راكب بالظبط، ما كانش باين ان هو مكسور نهائيا. وطبعا لما تيجي ترفع العربيه الميزان نفسه بيريح مكانه زي ما قلت لكم، علشان تقدر تحدد عيب تياش الميزان، علشان تقدر تحدد عيب تياش الميزان او كاوتش الميزان لازم ترفع من الجنبين. وطبعا كان كل واحد، انا اكيد اي حد اشتغل في العربيه دي قبليه عشان يكشف على العيب ده، اي حد كان بيكشف جنب بيرفع جنب. فلما بتيجي ترفع الجنب التاني بيبقى الميزان بالذات زي ما قلت لكم، لما تيجي تغير تيش ميزان لازم ترفع الجنبين لان الجنب التاني بيبقى قارص. فطبعا حتى لو انا حليت تيش الميزان
من جنب واحد والناكر العربيه على الارض، لو العربيه على الارض تيش الميزان مش هيترفع معايا، مش هيترفع معايا، هيبقى دائر على القنطره ومش هيبان معايا ان كان في مشكله في الكاوتش ولا لا. وطبعا الحمد لله لو زي ما قلت لكم حلينا القفزين، حلينا التيشين، وبعد ما حليت التيشين برفع الميزان من مكانه، لقيت برفع الميزان على اساس ان انا اكشف على كاوتشه الميزان كمان، مش في دماغي اللي القفيز مكسور. لقيت القفيز الميزان طلع معاه من مكانه خالص، ولقيت القفيز مكسور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ادي مفروض اصلا دي ودن اهي، دي ودن، وادي الودن الثانيه، وادي قفيز الميزان بيبقى بالشكل ده وهو مكسور حتتين، كان طالع من مكانهم كده والمسمارين رابطين بتوع القنطره. ده عيب من العيوب الخبيثه اللي ممكن تسبب معاك طقطقه وتخبيط، وعندك العفشه كلها سليمه ومفيش اي مشكله في العربيه. لو يا رب يكون الفيديو عجبكم وفيديوهاتي بتعجبكم، لو حسيت فعلا الفيديو فادك اعمل لي لايك.